أقول للشباب: قرارك بيدك، تستطيع أن تصبح ما تريد في كل الظروف. ما هو الجزء في جسمنا الذي لا يتوقف عن العمل؟ القلب. إذا ريحت القلب، إذا أنا ريحت قلبي تنتهي حياتي. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج السؤال الصعب، نستضيف فيها رجل الأعمال الأردني دكتور طلال أبو غزالة. أهلا بك دكتور طلال. أهلا بك سيدتي. تشرفنا بوجودك معنا ونشكرك لقبولك دعوة السؤال الصعب على سكاي نيوز عربية. حقيقة قصة نجاحك دكتور طلال، أنا أشكرك على استضافتي. يا أهلا وسهلا. قصتك ملهمة، يعني حقيقة نتعلم منها ويتعلم منها الشباب، ليس فقط الشباب العربي، الشباب حول العالم يتعلمون من هذه القصة، قصة النجاح الطويلة. وما زلت حضرتك دكتور طلال تقلدت العشرات من المناصب الرسمية والفخرية، وما زلت. كيف يمكنك أن تتحمل جميع هذه المسؤوليات في نفس الوقت؟ يعني عندنا شباب بالعشرين والثلاثين والأربعين ويمكن ما يتحملوا كل هذه المسؤوليات. يعني عم توحي سيدتي اني انا ختيار. لا. وانا موافق، انا ختيار. بالعكس، قصة نجاح ملهمة دائما. اقول انا اقول دائما ان الشباب هو الانسان الذي ينظر على برنامج عمل مستقبلي. ما دمت عندك برنامج وتفكر ماذا ستعمل غدا فأنت شاب. أنا ردا على السؤال والأسئلة الصعبة، أنا أول مرة بطلع في بدون جرافات، لأنه قلت ما دام في سؤال صعب، أسئلة صعبة، خليني أكون مستعد للمعركة. فأنا تعلمت في حياتي الصعبة السعيدة. أنا أقول حياة صعبة ولكنها كانت سعيدة. أنا أؤمن أن النقمة نعمة لأنها تصنع الخير. ففي هذه الحياة تعلمت أسلوب إدارة الوقت. إدارة الوقت إدارة مهمة جدا. يعني الإنسان يستطيع أن يعمل عدة أعمال وينظم عدة نشاطات وبعدة مناسبات إذا أحسن إدارة الوقت. ولذلك أنا أوصي الشباب دائما، بكتب عندي المشروع ده وعندي المشروع ده، معلش، ما أنت تقدر تشتغل على 20 مشروع إذا أحسنت إدارة وقتك. أنا لما كنت طفل كنت أدرس، كنت أمشي إلى المدرسة، كنت أبيع آيس كريم في العطلة الدراسة، أشتغل ليلا نهارا، أؤدي أعمال كثيرة، ولكن كلها أنظمها. تعلمت عملية التنظيم هذه من صغري. دكتور طلال، وأنت تشرح أو تجيب على هذا السؤال قلت جملة استوقفتني: من له خطة ليوم غد أو مشروع ليوم غد فهو ما زال شاب. كم هي جميلة هذه الجملة. صح. هذا الشغف كيف تحافظ عليه؟ اليوم الجمعة، أنا ما عندي، أنا أيام الأسبوع عندي 7 مش 5. الناس يشتغلون 5 أيام وعم بيطالبوا أنه تكون أيام العمل 4 أيام. أنا بشتغل 7 أيام وأتمنى أن تزاد إلى أكثر من 7 أيام. وأنا عندي مشكلة واحدة في الدنيا، أنه النهار 24 ساعة فقط. أتمنى أن يمكن من ربنا أن يتيح حلا ليجعل النهار أطول لكي نعمل أكثر. العمل صحة، العمل هو ما يؤدي بالإنسان إلى أن يكون إنسانا سعيدا في حياته. أنا أسعد في العمل. يعني بيجي بقول طب أنت حققت كل شيء وأنا لم أحقق شيء، ولكن على قولهم حققت كل شيء ارتاح. ما هي الراحة؟ أنا لم أجد حتى الآن إنسان يشرح لي تعريفا للراحة. هل هي أن أنظر إلى السماء وأعمل لا شيء؟
ما هي الراحة؟ أن تعمل شيئا وأنت سعيد فيه. أنا سعيد بعملي، ولذلك أتمنى أن أعمل أكثر لأزداد سعادة. طيب، عقلية العمل هذه دكتور طلال، وإنشاء المشاريع الخاصة كما تشجع عليها الشباب، في عالمنا العربي ما زالت ضعيفة. هناك مبادرات، وهناك من يرى بأن الشباب يرغبون في الاعتماد على الدولة فقط. هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم. لا، أنا أضع اللوم على الدول وعلى الحكومات، لأن الحكومات هي التي تشجع الشباب على عدم العمل. وبكلمة أقصى، أود أن أكون قاسيا من باب الأمانة، هنالك بعض الحكومات التي ترشي رشوة للشعب بأن تعطيه عطل، بأنها بذلك تكسب شعبية وتكسب محبة. الدولة مسؤولة عن أن تبعث في الناس ثقافة العمل. أنا لم أرى في برامج الدول برامج مخصصة للحث على ثقافة العمل. ثقافة هي ثقافة، أن تربي هذا الجيل على أن وجودك الله خلقك لتكون خلاقا. وجودك وجد لكي تنتج ولكي تبدع ولكي تبتكر، مش بس تاخذ راتب وتاخذ عطل وتاخذ مخصصات. هي ثقافة متكاملة، ثقافة العمل بدل ثقافة الراحة. طيب، ولكن دكتور طلال، هناك من يقول بأنه أيضا الراحة جزء من خطة العمل. إن على بدنك حق كما يقال، حتى يشحن الإنسان طاقته من جديد. قد يسافر، قد يمارس رياضة ما، هواية ما، يذهب إلى السينما، يذهب إلى المسرح. ألا تعتقد أنها هي جزء أيضا من الحياة؟ ستي، ما هو الجزء في جسمنا الذي لا يتوقف عن العمل؟ القلب. إذا ريحت القلب، إذا أنا ريحت قلبي تنتهي حياتي. نظرية أن الإنسان محتاج للراحة خطأ. الراحة هي التغيير في العمل. عندما أعمل على مشروع وأنتقل لأدرس وأنتقل من الدراسة لأؤلف كتابا وأنتقل منها إلى عمل آخر، يعني كما يقول الأمريكيون change of work is rest. تغيير العمل هو الراحة وليس التوقف عن العمل. التوقف عن العمل جريمة مؤذية. أنا نظامي البيولوجي بنيته على أن أستفيق كل يوم صباحا في وقت معين، وأن أنام في وقت معين. وأنا في عمر 85 ما زلت أعمل بنفس الطريقة التي كنت أعمل فيها في عمر 25. ما شاء الله، الله يطول بعمرك يا دكتور طلال. حقيقة تركيبة صعبة للنجاح صراحة. يعني أنت نجحت في إنشاء مشاريع عالمية وبدأت من الصفر. يعني بالنسبة للدكتور طلال أبو غزالة، من شروط النجاح عدم الراحة، تنظيم الوقت، ماذا أيضا؟ نعم. لا، لأن الراحة يعني بيأتيني من يقول لي ارتاح، بقول له ما أنا مرتاح. أنا ما دمت أعمل فأنا مرتاح. هي فلسفة ونظرية يبنيها الإنسان. وبالمناسبة أنا أؤمن أن ما في حياتنا هو قرار. أنا قررت أن أكون إنسان خلق لينتج ويبتكر وينجح. قرار. واحد بيقول بقرر، أنا لا أريد أن أكون عالة على المجتمع، أكون عالة على أهلي، أكون عالة على أي ناس. أنا أقول للشباب قرارك بيدك. تستطيع أن تصبح ما تريد في كل الظروف. أنا يعني لا أريد أن أضيع وقتكم في قصص. أنا بدأت كلاجئ وكان عمري 10 سنوات، حيث أنهيت دراستي في الجامعة، وطيلة هذه الفترة كنت في لبنان. لم أدفع ليرة لبنانية واحدة في دراستي.
لأنني قررت أن أكون الأول في كل صف وفي كل امتحان وفي كل مادة لكي أحظى بالمنحة. درست من الابتدائي الأول إلى الجامعة بمنح كانت في قرار. طب يعني إذا أنا مضطر أن أكون كذلك، مش نعمة؟ ده هي نعمة. يقول لك والله أنا كنت مجبور أتفوق. مجبور أن تتفوق في تناقض. أنا سعيد بأنني اضطررت أن أتفوق. هذه يعني نحن نحتاج إلى تغيير في فلسفتنا ونظرتنا إلى العمل، وكأن العمل عملية تعذيب. العمل مش تعذيب، هو صحيح العمل يا نعمة. دكتور طلال، بالنسبة لحضرتك أنت تقوم بمشاريع تحبها، أنت تمارس شغفك، لكن ماذا عن مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الشباب في عالمنا العربي ربما يقومون بأعمال ليس لديهم شغف فيها، ربما منزعجين من رب العمل أو من المؤسسة التي يعملون فيها. يعني هل تتفق معي على الأقل بأن هذا الأمر صعب، أنه شخص لا يحب عمله أو شخص ربما يواجه مشاكل في عمله من الصعب أن يفكر بهذه الطريقة؟ لا أبدا. أنا أرجع أكرر، أنا أؤمن أن السعادة قرار، أن الإرادة في العمل قرار، أن النجاح قرار وليس خيار. أنت كلما ضغط عليك في العمل هذه نعمة. أنا يوم من الأيام أحكي قصة. تفضل. كنت أعمل في شركة قبل أن أؤسس مؤسستي. كنت أعمل وكان مديري لا يريدني لأنه كان يعتقد أني سأحل محله. فيوم من الأيام جاب لي عمل وقال لي هذا لازم يقدم بكرة صباحا، مهمة، كلفني بمهمة وقال يجب أن تنجزها قبل الصباح، وكانت الساعة 8 مساء. ماذا عملت؟ سكرت الباب علي في المكتب وسهرت كل الليل وأنجزت المهمة. عندما جاء المدير إلي صباحا قلت له أنا حسب أوامرك هذا الملف جاهز. قال لي ما تضيع لي وقتي، حط الملف على جنب. ليستفزني كي لا أعمل. هل نجح؟ أبدا. تأكدت وقتها أنني أنا قمت بالشيء الصحيح وأديته، وما بهمني ماذا عمل ولماذا عمل. هذه النظرة التي تجعل من الإنسان إنسانا قراره لنفسه وليس للغير. تحتاج قوة هذه، أنه إذا في شخص مثلا في مكان عمله دكتور طلال ويتم ربما إزعاجه من قبل مدير العمل كما قلت لأنه كان يخشى أنك تحل محله، هذه صراحة تحتاج إلى قوة منك أو من أي شخص يريد أن يصر ويثبت للمدير أنه على خطأ. ما مهم، مش مهم إنه على خطأ، المهم أنني أعمل ما أعتقد وواثق من أنه يوصلني إلى ما أريد. وحصل هذا، وحصلت على هذا المنصب وأصبحت مديرا مكانه وترك من العمل لأنني مشيت في برنامج وفي خطة وهو كان فقط يعمل لاستفزازي. أنا مثلا خلينا نحكي بأمور أخرى. أنا هنالك كثيرون يحبونني ويكرمونني ويكبرونني، أنا في نفس الوقت أعرف أن هنالك من يكرهني، من يغار مني، من يحسدني ومن يهاجمني باطلا. هل عمري رديت على واحد؟ لا، لأنني أؤمن بأن الوقت الذي سأصرفه في الرد على أي هجوم علي غير مجدي، هو فقط هواء. إنما عندما أستفيد من هذا الوقت لأصلح نفسي ولأزيد من قدراتي ونجاحي، هذا هو الرد الصحيح. أنا دائما أنظر إلى الهدف وليس إلى الوسيلة التي لا تؤدي إلى الهدف. ممكن نعرف ممن تعلمت هذه الخصال؟ يعني أنت تقول من عمر 10 سنين وأنت تريد دائما أن تنجح وأن تثبت بأنك الأول في أي شيء تقوم به. من زرع فيك ذلك دكتور طلال؟
زرع في ذلك قرار التهجير من فلسطين. عندما ألقيت في باخرة شحن من فلسطين وعمري 10 سنوات، ولألقى على شاطئ لبنان الكريم العظيم الذي احتضنني حتى تخرجي من الجامعة، نظرت إلى وجه والدي وقلت: خير يا بابا. قال لي: مش شايف شو صار فينا؟ قلت له: شو صار فينا؟ فقال: خسرنا كل شيء، كل ما عملته، كل ما بنيته أصبح لا شيء. قلت له: طيب. قال لي: خلص راحت علينا الدنيا. قلت له: لا، أنا أريد أن أنتقم من هذا الظلم. قال لي: كيف؟ قلت له: أريد أن أنتقم بأن أتفوق. قال لي: كيف؟ قلت له: ما بعرف، ولكن أنا انتقامي أنا أجل كل من يناضل ويكافح ويعمل، ولكني أنا اخترت خطا آخر. أريد أن أقول للعالم أننا أمة عظيمة، أننا شعب عظيم، أننا نستطيع أن نثبت دورنا في تطور الحضارة في العالم، وليس فقط أن نكتسب الحضارة بل نطورها ونقودها. وهذا في كثير من المناسبات أشعر بفخر بأني يا ليت والدي موجود ليشوف أنه كيف أنا استطعت أن أحقق له هذا الحلم. نستسمحك بفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار الشيق مع حضرتك. أهلا بكم من جديد في برنامج السؤال الصعب. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور طلال أبو غزالة، رجل الأعمال الأردني. أهلا بك دكتور طلال مرة أخرى. بما أننا نتحدث مع حضرتك عن المشاريع وحقوق الملكية الفكرية، ما هي المجالات التي ترى فيها فرصا حقيقية وربحية للاستثمار، خصوصا بالنسبة للشباب اليوم الذي يتوجه نحو هذا المجال؟ يا ستي، أنا أعتقد أن على أمثالك من قادة الإعلام مسؤولية في توجيه الاهتمام إلى أننا دخلنا ثورة المعرفة. ليس هنالك فهم واضح ولا كافي بالنسبة للمجتمع ككل وللشباب تحديدا بأننا في عالم متغير سيتغير فيه كل شيء بسبب تقنية المعلومات والاتصالات التي هي ثورة حقيقية أهم كثيرا من الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة الآلية الأوتوماتيكية. هذه الثورة أنا كيف أيضا رأيت أول مؤشراتها. أنا أول درس كمبيوتر أخذته بحياتي كان سنة 1965 وكان مجرد جهاز كبير بحجم الغرفة ندخل فيه المعلومة ويطبعها لنا في جداول. كان إبداعا وكان درسا لي بأننا أمام شيء جديد، وقررت أن أتابع هذه الظاهرة الجديدة، واكتشفت بعد ذلك أنها بداية لثورة كبيرة يعيشها العالم ونحن غير مدركين لأهميتها. كم مدرسة مش جامعة، كم مدرسة تعلم الأطفال الذكاء الاصطناعي، كم مدرسة تعلم الأطفال كيف يستعملوا تقنيات المعلومات والاتصالات. نحن في عالم فيه أيضا تقصير من الدول ومن الحكومات ومن الآباء. أنا على أملي الوحيد وثقتي بالمستقبل هي في الطفل الذي يجلس في حضن والدته ويسحب منها الجهاز الذي تستعمله ويلعب فيه ويعلم نفسه. أما نحن
في ثقافتنا، في أعمالنا، في مؤسساتنا. كم مؤسسة تعمل بتقنية المعلومات مثل مؤسستنا؟ وما السبب أنه نحن أيام فترة الكورونا اللي هي كانت من فترة صعبة زاد نشاطنا وزاد إنتاجيتنا وحققنا نتائج أفضل في أثناء الفترة، لأننا كنا مجهزين تقنيا لكي نعمل بأسلوب التقني من خلال الإنترنت وأن لا يتعطل عملنا. فإذا أنا أقول أننا جميعا علينا أن ندرك أننا أمام ثورة حقيقية ستغير قدراتي العقلية، ستغير صحتي، ستغير في أدواتنا. نعم. سيصبح هنالك، أنا أنبه لشيء، هنالك فريق في بريطانيا نعم. يدرس، احنا بنشوف الروبوتس وبنتسلى عليها انه موضوع مسلي. هنالك فريق من العلماء في بريطانيا يدرسون كيف نمنع الروبوتس من ان يسيطروا على العالم ونصبح نحن اجراء عندهم. لان الذكاء عندما نعطيه لاي جهاز يزيد نفسه ذكاء. فإحنا أمام ثورة عظيمة، ثورة فيها فرص هائلة، وعلينا أن نستثمر في هذه الثورة. طيب، بما أنك تتحدث عن الاستثمار في هذه الثورة، وأنت تعرف دكتور طلال بأنه هناك دول لم تنجح حتى في مواكبة هذه الرقمنة، كيف ترى مستقبلها ومستقبل الإنترنت، خصوصا حين نتحدث عن الويب 3، عن الجيل الخامس وغيرهما؟ نعم، أنا هنا سعيد جدا لأني سمعت أحد الوزراء يعمل تصريح عن البرامج للرقمنة. الرقمنة أصبحت بالماضي. الرقمنة يعني استعمال الأجهزة الرقمية من كمبيوتر ومن موبايل فون والآخر. هذا أصبح في التاريخ. ما نتكلم عنه الآن، وأنا في لقاء لي في إحدى الندوات مع بيل جيتس كنا على المنصة وكنا نتحاور عن مستقبل العالم، فكان الحوار تبعنا يدور حول أن مستقبل العالم سيحكمه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيحول الإنسان إلى أكثر ذكاء وقدرة، ويحول الآلة أيضا إلى أكثر ذكاء وقدرة، تصبح منافسة للإنسان. منافسة يعني ستي بدك تتوقعي إنه يوم من الأيام وأنت مرة قدام الكمبيوتر بتاعك يقول لك الكمبيوتر ستي امبارح تسريحة شعرك كانت أجمل، ليش غيرتيها؟ لأن الكمبيوتر سيصبح أكثر ذكاء وأكثر قدرة، وبالمناسبة سيكون أحسن من الشباب في المغازلة بهذه الأيام. معقول؟ لهذه الدرجة يمكن أن يحل الروبوت محل نعم البني آدم؟ معقول نعم، مش بس يحل محله. لماذا سيدتي؟ لأن عندما أنا أضع في الجهاز ذكاء، مثل ما احنا بنسميهم الآن أجهزة ذكية، وهي لسه بطفولتها لم تصبح ذكية. الذكاء عندما يصبح الجهاز يفكر لنفسه ويقرر لنفسه. وأنا هذا ما يقلقني مش فقط أن الروبوتات والأجهزة ستصبح أكثر مني ذكاء وقدرة، لا، أنا ما يقلقني هذا في مجال الأسلحة. عندما نفرح بأننا اخترعنا سلاحا ذكيا، يجب أن نتذكر أن هذا السلاح إذا أصبح ذكيا سيصبح قادرا على أن يطور ذكاؤه، ويصبح قادرا على أن يتخذ قراره وليس حسب البرنامج الذي نحن وضعناه فيه. الذكاء يبدأ ببرنامج نضعه في الجهاز، ولكن عندما نضع هذا البرنامج ويصبح الجهاز ذكي، الذكاء يغني نفسه ويطور نفسه، ونصبح غير قادرين على السيطرة على هذا الجهاز. نعم يا سيدتي، سيأتي هذه بين المساوئ، ولكن الحسنات أكثر بكثير. نتيجة الذكاء الاصطناعي
سنستطيع أن نمنع المرض بدل معالجته. أي عندما يولد الطفل سنعرف أن هذا بتحليل الجينات، وأنا عملت خارطة الجينية قبل 30 سنة. عندما نعرف من جينات الطفل ماذا سيصيبه من أمراض، نستطيع بإعادة ترتيب الجينات أن نمنع حصول المرض. هذا واحد من الحسنات. طبعا. حسنة أخرى أن الإنسان سيصبح أكثر ذكاء، وسيصبح أكثر قدرة على الحياة، وصحيا أفضل، أي سيصبح معدل العمر في الدنيا 150 سنة على الأقل. هنالك حسنات كثيرة نتيجة الذكاء الاصطناعي. وهذه طبيعة الدنيا. عندما اخترعت السيارة كانت السيارة شيء عظيم، بس المشكلة انه اذا مشيت ما بتقدر توقفيها، فاخترع جهاز البريك. أن تضغط على البريك توقف السيارة. علينا الآن أن ندرس كيف سنواجه تحديات هذه الثورة. شكرا جزيلا لك رجل الأعمال الأردني دكتور طلال أبو غزالة في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الكثير من الموضوعات المتعلقة طبعا بمجالات تخصصك وقصتك الملهمة منذ أن كان عمرك 10 سنوات. في الحلقة المقبلة سنتطرق مع الدكتور طلال أبو غزالة، نتطرق لملف المتغيرات الجيوسياسية بعد حرب أوكرانيا وتداعياتها على العالم العربي، وأيضا نقوم بقراءة